السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم انا دينا من قناة كيدز كورنر وفيديو جديد. فيديو النهاردة عن الكتاب التفاعلي او الكوايت بوك. ففكرته جديدة وعجبتني فقلت لازم اشاركها معاكم. يلا بينا نشوف الفكرة على طول مع بعض. ده الكتاب، طبعا احنا عارفين كلنا ان الكتاب التفاعلي لازم يبقى بالقماش. نادرا جدا لما بيبقى فيه حاجة بالورق او بالفوم كمجرد زينة بس مش اكتر، علشان يستحمل الفك والتركيب بتاع الاطفال وكده. هو عبارة عن مجموعة افكار عن فصول السنة. بنفتح كده في الاول بنلاقي هنا فصل الربيع، طبعا ده سكوتش لزق طبعا كلنا عارفينه. وبنفتح كده فصل الشتاء، بنفتح كده بنلاقي فصل الخريف، وتحت هنا فصل الصيف. ودي الصفحة المجمعة للأفكار كلها. هنيجي نشوف مثلا هنا علشان يبقى واضح معاكم الفكرة. فصل الخريف بيبقى شكل الجو عامل ازاي، اللي هو البنوتة اللي واقفة ورق الشجر واقع بقى وكده بتتلزق هنا. ممكن نحط ايه كمان، الفاكهة دي بتطلع في فصل الخريف ممكن نحطها هنا. الشجرة بقى هيبقى ناقصها ايه، هنحط بقى الورق اللي هو ورق الشجر اللي بيقع اهو. طبعا هنحطه بالترتيب اللي احنا عاوزينه. ممكن نحط ايه كمان، ممكن نحط واحدة من دي برضو هنا. يبقى كده عملنا فصل الخريف. نيجي مثلا، مش عارفة ده انتوا هتشوفوه ولا لأ، نخلي دي كده. فصل الصيف بيبقى شكل مثلا الملابس عامل ازاي وكده. بنبقى في المصيف بقى وبحر ورمل ومش عارف ايه، هنلزقها هنا في مكانها. بيبقى فيه مثلا شمس، هنحط الشمس مكانها. بيبقى فيه ايه، طبعا بيبقى فيه الفاكهة كتير، فهنحط بقى الفواكه كده. ممكن نحط ايه كمان، حاجة ناقصة؟ لا تمام. في فواكه كتير اهي. ممكن طبعا نعمل بقى اشكال كتير، تفاح، فراولة، موز، اي حاجة كده. انا كنت عاملة فراولة، هي كانت النية تفاح بس هي طلعت شكل فراولة بقى يا جماعة سامحوني. فده بيبقى الشكل النهائي. مثلا ممكن هنا فصل الربيع. فصل الربيع طبعا بيبقى الجو تحفة بقى، وورود بقى وحاجات من دي اهي. طبعا نسيت اقول لكم ان احنا عاملين المره دي طباعه على الكوخ القماش نفسه، مش ورق ولازقينه زي ما كنا بنعمل زمان. دلوقتي بقى متاح بقى الطباعه على القماش وكده، فطبعا هتبقى افضل للاطفال فك وتركيب وهتستحمل السكوتش، فعملناها بالطريقه دي. طبعا بقى الطيور بتطلع من البيض والحاجات دي. الورد بيبقى بزياده شويه. طبعا احنا بنسأل الطفل بيبقى فيه ايه في الربيع، بنسهل عليه الدنيا، بنشرح له، وبعدين بنخليه بقى هو يعمل بايديه فك بقى وتركيب وكده. وممكن يبقى فيه شمس بسيطة كده عشان ما تبقاش الجو حر قوي يعني اهو. نشوف فصل ايه تاني. في فصل الشتاء، طبعا الجو ساقع تلج، جواكت بقى وحاجات من دي اهو. سحب وامطار تمام. طبعا الاشجار بقى بيبقى تلج بقى والجو ده، وما بيبقاش ولا فيه زرع كتير ولا فيه مثلا ورود ولا زهور ولا حاجات من دي.
فعملنا لهم شكل التلج كده. طبعا مش عندنا في مصر التلج والحاجات دي، بس هو تعبيرا عن جو الشتاء بقى والسقعة والامطار وكده. طبعا البطريق بيبقى معروف ان هو بيعيش في الجو الساقعة، فحطيناه كفكرة يعني. بس ودي الصفحة اللي هي بنحفظ فيها الحاجات دي كلها علشان الطفل يفك منها ويركب، علشان مفيش حاجة مننا تضيع او تروح مننا، يبقى كله موجود في الكتاب نفسه اهو. جينا هنا حسينا الدنيا فاضية شوية، فحبيت ان انا ازود حاجة. عملت برضو فصول السنة بس بطريقة مختلفة. عملت مثلا هنا شكل التلج برضو والايس مان. هنا شكل الشط بقى والبحر والكلام ده. الشجر وهو الورق بتاعه بيقع، الربيع والزهور والحاجات دي. وكمان حطيت بقى جواهم مجموعة كروت كده بأشكال مختلفة. يعني مثلا هنا شكل الشمس تتحط فين، ممكن نحطها في الصيف. فين الصيف اهو. الزهور تتحط مع الربيع، ورق الشجر اللي واقع في الخريف، التلج في الشتاء. في كمان مجموعة كروت تانية. انا عملت مجموعات مختلفة كده باشكال مختلفة، مربع، دايرة، حاجات مختلفة كده عشان ما يبقاش كله شكل واحد. هنا برضو شكل الشط فهنحطه في الصيف. الزهور برضو واللعب بقى والفرحة والكلام ده نحطها في الربيع، وهنا في الخريف. والتلج برضو والشتاء في الشتاء. وهنا برضو كان طباعة، فحبيت ان انا ازودهم حاجات بزيادة يعني. فهنا برضو جو الشتاء هتتحط مع الشتاء. هنا الصيف، وهنا برضو طلعت الشتاء. في طبعا مجموعة افكار كتير وكروت كتير، بس مش حابة ان انا ازود عليكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. الفكرة سهلة وبسيطة، هنعمل منها ان شاء الله دعواتكم، هنعمل منها افكار كتير هتساعد الطفل على مثلا تعليم الاشكال، الحروف، الارقام، بنفس الفكرة بنفس طريقة فتح الكتاب كده زي ما انتم شايفين. كلها فك وتركيب علشان تساعد الطفل على التركيز اكتر وان هو يحب الدنيا اكتر يعني. مش مجرد حفظ والسلام، لا، التفاعل والفك والتركيب بتخلي الطفل يركز اكتر، وخصوصا الالوان المبهجة كمان بتساعدهم على كده. بس فلو عملت حاجات تانية وافكار تانية بنفس طريقة الكتاب ده اكيد هنزلها لكم ان شاء الله، ويا رب تعجبكم. قولوا لي عايزين افكار تانية ايه، او ممكن نعمل افكار ايه غير الارقام والحروف، الاشكال الهندسية. اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هحاول انفذها لكم على قد ما اقدر. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس على كل عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.